قول وسمني فريال، إنسانة عادية جدا كيما كامل البنات. ما عنديش حياة اللي فريمون تعمق في أحداثها. جوزت حياة عادية، قريت ولكن كنت اجتماعية، عندي صحابات بزاف والمعارف بزاف، منهم الملاح ومنهم الدنيين، ولكن نعرف حدودي، نعرفهم صح وجامي إذا مشاوني معاهم في طريقهم، لأنه تربيت في عائلة محافظة، ما كاش الحرية المطلقة، وماشي اللي يزيروا الوحدة حتى وين تتغم. وهذا سبب من الأسباب اللي يكسب البنت الثقة في نفسها. الحمد لله. المهم كبرت وقريت، وكانت عندي غير صحبة واحدة لي مقربة مازالها للدك، رانا تقول خيات من هذا المنبر نقول لك نحبك جوجو، ربي خلينا لبعضنا. كنا متفاهمين انه نسيرو كيما وصانا ربي سبحانه، وعمرنا لا نخيبوا ثقة اهلنا اللي داروها فينا. كنا نشوفوا بزاف هكا يخرجوا مع رجال ويديروا علاقات، احنا كنا بانوا لهم بيزار معقدين، بصح كنا نضحكوا عليهم ويا ما نصحناهم باش يبعدوا على العلاقات اللي ما عندهم حتى فايدة. لكن تهضري ولا تقعدي. ما نطولش عليكم، لحقت الباك، جبت معدل مليح ودرت تخصص كنت حباته، طلعت للجامعة وصاحبتي دارت تخصص في جامعة أخرى، يعني ما نتلاقاوش. درت أنا صحابات واحدة آخرين، سبحان الله ربي دايما يرزقني غير بالعباد الملاح ويعرفني بهم. كانوا نعمة الصحبة لمدة دراستي في الجامعة كامل. كنت نروح نقرأ نعاود نولي للدار، ما كانش حاجة جديدة. حتى كملت عوامي، تخرجت والحمد لله. كان أجمل يوم في حياتي يوم تخرجي اللي شحال وانا سنا فيه. لا علينا، كملت وقعدت في الدار، وبلا ما نحكي لكم أي وحدة تخرجت وقعدت في الدار تكون حسيت بواش حسيت. المهم الاكتئاب وكذا بعد التخرج وضيق الخاطر، كنت نجوزها غير الدار ميناج ونسمع حكايات لبنى، نقرأ القرآن ونحفظ فيه وغيرها من أمور أخرى، تسلية وتعليم وكذا. هيا نهار يجيب خوه، حتى وين يوصل نهار اللي تبدأ فيه حكايتي. كنت قاعدة حتى تلحقني آبال من عند مدير مدرسة. ما قلت لكمش ملي تخرجت وانا نحط في لي سيفي في كل مكان، بقى غير عمي رمضان مول السوبيرات ما ديتلوش سيفي ديالي. قلت لكم يعيط لي مدير مدرسة، الو السلام عليكم السيدة فلانة. قلت له في قلبي يا فريال وليتي سيدة. نعم سيدي، هي بالذات. قال لي تقدري تلتحقي بالمؤسسة اليوم نتكلموا في موضوع عمل استخلاف وكذا. طرت نجري من بلاصتي، لبست حوايجي، للعلم ندير حجاب شرعي، ونتمنى اي طفله راهي تسمع حكايتي تلبسو عن تجربه يزيد من الحياء واحترام البنت. قلت لكم وندير الرود في رجليه، ورحت غير لحقت المؤسسه، دخلت يقابلني شخص بسم الله ما شاء الله، اول مره طيح عيني في عين بنادم وما نحبرش عيني، ما فهمت واش صرا ليا، وانا اللي نغض البصر وكذا. روحي يا فريال روحي، توخذتي اثرت عليك الدار والحيوط، خلخلوا لك مبادئك. بصح ولا غير قلبي ضرب لي اول مره في حياتي. لا علينا، فقت مع روحي، زربت في المشيه، حطيت راسي ودخلت عند المدير. هو بقى غير يخزر فيا وبقى رايح جاي ويسي يلفت الانتباه، انتباهي. المهم هو استاذ، ما نقولش تعواش، خلونا منش. المهم رحت هدرت مع المدير كما قلت لكم، تفهمنا. قال لي تشدي استخلاف مده 15 يوم في بلاصه استاذه مريضه. قلت معليش، المهم خير من الدار. غدوة من ذاك بديت الخدمة، كل يوم نشوف هذاك الأستاذ يخزر فيا، بصح ولا مرة هدر معايا. أنا صح عجبني، بصح من بعدها قلت فريال خلاص ما تدخلي حتى بوليتيك في راسك، تشوفي حشمي على روحك. حتى واحد نهار كنت خارجة مع العشية، هو رايح يخرج طونوبيل، شافني بقى يخزر فيا وما هبطش كامل عينيه. فهمت باللي كاينه حاجه، وانا بقى لي يومين ونكمل. باختصار نهار الاخر طلع عندي القسم، قال لي استاذه سمحي لي ندي من وقتك 5 دقائق. قلت له معليش وانا قلبي راح يحبس. قال لي على بالي ماشي كامل وقت هاد الهضره، ما حبيت نسقسك اذا مخطوبه. نسيت نقول لكم كانوا يخطبوني بصح ما كنتش نحب، ما نعرف علاش. المهم قلت له لا قال لي ناوي الخير، اذا معليش تمدي لي رقم تاع باباك ولا رقمك كيما تحبي، وكان كاع مفرفش وانا اكثر منه. المهم دخلنا في حيط، سكت ومن بعد قلت له معليش اللي فيها خير بيجيبها، ومديت له رقمي. كي داه راح قاعده نقول يا خاه يا فريال واش درتي؟ شامي في حياتي درتها، بصح خليتها على ربي مادام ناوي الحلال. ساد يومين وعيط لي، اهدرنا، انا كنت كملت الخدمه، تعرفنا على بعض، قال لي ناوي الخير وتحبي من غدوه نبعد دارنا. ما نكذبش عليكم كنت حابه نعرف قبل العقليه تاعو. بقيت الروطار دي شويه حتى نهار قال لي بنت الناس خلاص ديتي لي عقلي، من نهار شفتك وانا خمم فيك، راح نبعد دارنا وانتي دبري راسك.
كما كان الحال جاو دارهم شافوني عجبتهم ماتوا فيا يعني بكل تواضع، وهو كي شافني بلا خمار عينيه شعلوا. نسيت نقول لكم كنت صليت استخارة مرة وزوج وثلاثة وريحت والحمد لله. درنا الرؤية الشرعية عجبتوه عجبني هو الله يبارك كما قلت لكم في الأول بزاف شباب. جازوا 10 أيام درنا خطبة كلش جاز بيان الحمد لله كيما تمنينا. جاو دارهم دارنا خياتي سخاوتي سبحان الله اللي يشوفوا يقول شحال تتوالموا وبزاف تتشابهوا. المهم جازت الخطبة راحوا لدارهم عيط لي في الليل قال لي ما رانيش مأمن باللي خطبت وديت طفلة كيما كنت نتمنى وناسبت عائلة ما شاء الله وكذا وكذا. جازوا يامات لاباس نهضروا في التليفون عادي عقليته نفسها تاع النهار الاول، بصح مع الوقت السيد بدا يتبدل. تقول ماشي هذا اللي عرفتو نهار الاول، شغل راح بنادم وجا واحد اخر. انا بديت نتقلق ما رانيش موالفه بالضغط وعقليه تاع شغل ما تخرجيش مع باباك ما تروحيش لدار خاوتك. اذا لقيت خدمه تاع استخلاف في اي مدرسه قول لي خطيك وما تدوم لك غير دارك. ويضارب معايا طول هذيك الفتره اللي شديت فيها خدمه. وتاني في الاول كنا متفاهمين نسكنوا وحدنا، بصح خرج لي بخرجه جديده تاع تسكني مع دارنا وخياتي وخاوتي. او هذا ماشي البنادم اللي كان يهدر نهار الاول. سبحان الله تغيير جذري في كامل النواحي. وبدا يدير لي لابريسيون تاع العرس. انا بديت نتعلق به، كان يعرف بالعط. بصح الحاجه الوحيده اللي كنت متاكده منها انه صح حبني، يعني دار عفايس بزاف بينولي باللي يحبني باش نكون صريحه. حتى جا نهار عرضني خويا الكبير قال لي نجي نديك. رحت انا عيط للمسيو لقاني في الدار تاع خويا، بدا يعيط ويسب وخرج الاسد الذي كان بداخله. انا كنت في بيت وليد خويا ونهضر معاه. سمعني خويا كي كنت نهضر معاه وفهم فيه بلي ماشي لازم عليا نقول لك كي نكون رايحه لدار خويا مادام مازالني في دار بابا. خويا ما قال لي والو. كي عاود ردني لدارنا قال بابا جاليا قال لي القرار اللي حبيتي تديه انا راني معاك فيه، وهذا اللي من نهار الاول يحكم فيك وانت مازالك عندي. غدوه كي تروحي ليه واش يدير فيك؟ كلام بابا اثر فيا بزاف. رحت وضيت وصليت الاستخاره ودعيت ربي يا ربي وكلتك امري يا ربي انت اللي عالم. وانا في هذاك الوقت كنت خلاص بديت نتقلق من الحاله هذه وحسيت راني في طريق ماشي تاعي. جامي ولا تخيلت نكمل حياتي مع انسان نرجسي، واقل ما يقال عنه نرجسي. ما تعمقش برك سينو كاين حكايه ما اكثر، يعني صح المظاهر خداعه. بعد 3 أيام صلاة الاستخارة خلاص قررت أنه كل واحد يشد الطريق وربي يجيب لكل واحد في ناصب واحد آخر اللي يوالمو. هو ما تقبلش كيفاش أنا قررت نبطل، كان داير في باله خلاص ملكني. وأنا صح كما كنت قلت لكم بديت نتعلق به، أو بعبارة أخرى حبيته. المهم فسخنا الخطبة وكل واحد راح في جهة. حاول شحال مرة يبعث لي في مواقع التواصل ولكن بلوكيته من كل جهة. ما كنتش نتلاقاه لأنه ما نسكنوش قدام بعضنا نفس الولاية لكن كل واحد في جهة. حتى ربي قدر وتلاقيته عندها شهر وفي نفس المكان اللي تلاقينا اليوم الأول فيه، نفس اللقطة ونفس النظرة. لكن هذه المرة غير. دوكا سمعت به باللي تزوج وعنده 2 شهر، ربي يهنيه إن شاء الله ويسعدوا في حياته. أنا خطبوني موراه لكن مازال ما كتبش المكتوب. أنا على يقين أنه ربي مخبي لي الأفضل. عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه حكايتي، ما حكيتش كلش، يعني تغاضيت على بزاف تفاصيل ما حبيتش نحكي كلش. تقول بارك الله فيك أختي لبنى وإن شاء الله تقرايها، راني حابة اسمعها بصوتك ونتمنى منكم تدعوا لي ربي سهل لي في حياتي يا المستمعين. وسمحوا لي بالك طولت عليكم وقول لكم حاجة ما تخلوا حتى واحد فوالا يدير لكم الضغط ولا يعيشكم في مكان ماشي تاعكم. وفي الأخير نختمها بهذه المقولة: التغافل عن الإساءة المتكررة من أجل إبقاء الود هو قمة الذل والإهانة في حق نفسك. بارطاجيوا القصة مع أصدقائكم، ما تنسوش تخلوا لي جام، وإلى قصة أخرى إن شاء الله.